تعرف انك مدمن من غير ما تاخد بالك؟ ازاي؟ ايوه انت مدمن سوشيال ميديا، اباحيه، تيك توك، اكل سريع، سكريات، كوره، افلام ومسلسلات، موسيقى واغاني. طب انا ليه مدمن الحاجات دي؟ سبب 3 حاجات، واولها الفراغ، لانك بتبقى قاعد فاضي مش بتعمل اي حاجه، فبتروح تعمل الحاجات اللي انت مدمنها ديت عشان تضيع وقت. ثانيا الحاجات اللي انت مدمنها ديت اول ما بتعملها بتحسسك بالانبساط والفرح في وقتها، زي مثلا الاكل الجاهز والسريع، مع اول قطمه بتحس بالانبساط، على العكس مثلا لما يكون وراك شغل تخلصه بتبقى حاسس بالملل وما بتحسش بالسعاده غير لما تخلص الشغل دوت. فانت تلقائيا بتروح تعمل الحاجات اللي انت مدمنها ديت عشان بتحسسك بالسعاده في وقتها. ثالثا انك بتهرب من مسؤوليه، خوف، الم، قلق، ملل. صح، انت كل اللي قلته دوت حصل معايا بالظبط. بس هو ايه الحل؟ الحل انا وانت عارفينه، انك تبطل الحاجات ديت وتخلص كل حاجة وراك زي مذاكرتك مثلا، او تعلم لك حاجة جديدة. خلي بالك وحطها في دماغك كده، الموضوع صعب قوي وعايز ارادة، لان انت اول لما تبطل الحاجات ديت هيظهر عليك اعراض انسحاب على طول، زي مثلا مزاج وحش، صداع، ملل، قلق. المهم انك تبقى عارف ان مع الايام الاعراض ديت هتبدأ تقل. المهم انك تفكر نفسك دايما اول لما تحس باعراض الانسحاب يبقى انت كده بتتعافى.